خصوصا فاست فود ممكن ينقلب الأكل عموما من نعمة، لأن الأكل ده نعمة، إلى نقمة لو دخل فيه يد المنتج أقول إيه الطماع. كل إنسان مننا عنده وزنه بيحتفظ، جسمه بيحتفظ بذاكرة للوزن بتاعه. بمعنى أنا بقالي مثلا 10 سنين وزني 130 كيلو، فخلاص عقلي وجهازي العصبي وجهازي الهرموني وجهازي الهضمي وكل الهرمونات دي بقت متسطبة أو بقت خلاص عارفة إن ال 130 كيلو ده الوزن اللي أنا بمارس فيه حياتي بشكل طبيعي، أقل من كده خطر. فبيحصل إيه؟ إن أنا أول لما بعمل دايت أو رجيم وأنزل لمثلا 100 كيلو 100 وأنزل لي 20 30 كيلو، أول لما بوقف الدايت بتاعي جسمي بيرجع يرد بالظبط لل 130. كلمة إن أدخل أوضة عمليات دي في برنسبل عند كتير من الناس يقول لك أنا خايف أدخل أوضة العمليات. على الجانب الآخر قدامها في مجهود كبير جدا على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الصناعة زود نسبة الأمان في الجراحات السينية. الكلام دوت كان بيبقى مقبول من 10 15 سنة. لما بدأنا الجراحات دي كنا نفهم تخوف الناس، لأن الناس ما كانتش متخيلة أنا وزني مليان أعمل عملية، يعني الموضوع ما كانش متصور اصلا اخش اوضه عمليات عشان اخس. الناس كانت فاكره ان الوزن زياده زمان ده صحه. التكنولوجي غيرت المفهوم ده خالص. الجراحات بالمناظير بفتحات صغيره، ثقوب صغيره جدا في جدار البطن، نقدر نعمل فيجواليزيشن جيد جدا للبطن، نقدر نشوف كل الاعضاء وكل الدهون الحشويه والكلام ده كله. خلى عندنا العمليات التقنيات عاليه جدا، امنه جدا جدا، بنعمل العمليه في 30 35 40 دقيقه ماكسيموم. الكلمه المهمه لكل ام وكل اب، ما تخليش جايزتك لابنك فاست فود. انت كده زي ما بتقولوا بتعوده على مخدرات، بتديله مخدرات.